السلام عليكم. اليوم جايه نهضر معكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وبغيت اي واحد كيتابعني يفهم شنو وقع ليا من الالف للياء. عام وانا مستقره على نص حبه ديال لوسيطه، عام وانا مرتاحه بدون اعراض، ولكن فجاه رجعت ليا نفس الدوخه اللي كتخوف. والاغرب من هذا الشيء بديت كنحس بالضغط في ودني، نقص السمع من جهه واحده، وثقل عمرني حسيت بحالو. اليوم غادي نقول لكم الحقيقه كامله. انا من الناس اللي السيروتونين كيدير لهم مشاكل في الاذن الداخليه، وغادي تفهموا علاش هذا الشيء كيوقع ليا. كنظن بزاف منكم كيعرفوا قصتي مع سيلونطرا، الدوخه، عدم التوازن، الطنين، حتى وقفت الدواء وبعتها. قلت نجرب لوسيطه، ولكن بجرعه صغيره بزاف، نص حبه، ومده عام كامل صدقوني نسيت راسي واش مريضه. كنت كنعيش حياتي عادي، كنخدم، كنصور، كنخرج، وما كان حتى شي عرض سلبي. ولكن فاش رجعت الدوخه ورجع داك الاحساس ديال الثقل في الاذن ونقص السمع، عرفت بالجسم ديالي بدا يرفض السيروتونين مره اخرى. شوفوا، هنا خصني نشرح لكم واحد الحاجه مهمه بزاف. ماشي كلشي كيتفاعل مزيان مع ادويه السيروتونين. الاذن الداخليه فيها واحد النظام حساس بزاف سميتو جهاز التوازن، وفيها قنوات صغيره عامره بالسائل ومستقبلات دقيقه كيتحكموا في التوازن والحركه والسمع. عند بعض الناس وانا منهم، مستوى السيروتونين ملي كيزيد كيبدا يلعب في هذا النظام، كيوقع اضطراب في السائل داخل الاذن، تغير في الاشارات اللي كتمشي للمخ، ضغط في الاذن، طنين، نقص بسيط في السمع، وعدم التوازن. وهذا الشيء هو بالضبط اللي وقع ليا. دوخه راجعه من الاذن الداخليه، ماشي من العينين، وماشي من القلق، وكتزيد عليها واحد الحاجه، الثقل في ودني اليمنى مع النقص في السمع. وهذا كيخليني نضايق بزاف ملي نكون وسط الناس او في الاماكن المزدحمه. الضغط اللي كيجي في الاذن كيعطيني واحد الاحساس ديال التبلوكيد، بحال شي سد صغير في الداخل. ملي تاكدت ان السبب هو نفس المشكل اللي كان عندي مع سيلونطرا، قررت نحبس لوسيطه، ولكن بهدوء، ماشي تهور، ماشي في مره واحده، ولكن تدريجيا وبالطريقه الصحيحه. واخا الجرعات كانت صغيره، انا جسمي حساس بزاف، مجرد التغيرات الصغيره في السيروتونين كيأثر عليا. شنو هما الاعراض الانسحابيه اللي وقعت لي من بعد ما توقفت؟ من بعد ما وقفت ما جاتني حتى شي اعراض قويه بحال الناس، ولكن كانوا جوج ديال الحوايج: الشراره الكهربائيه في الراس. هذا الاحساس معروف عند اي واحد كيوقف ادويه السيروتونين، بحال واحد اللمسه كهربائيه كدوز في المخ، ماشي مؤلمه ولكن كتخلع. وكانوا كيجوني غير في العشيه وبشكل خفيف. وكذلك اختلال بسيط في التوازن، ماشي دوخه كبيره، ولكن بحال واحد الموجه كتبان وكتختفي. وهذا طبيعي حيت المخ كيرجع يتاقلم مع السيروتونين العادي. بديت دابا غير على ميديزابين، وهو اللي كيعاونني نرتاح في الليل، وما عندوش هذاك التاثير السيء على الاذن الداخليه. كاينين اعراض انسحابيه خفيفه ولكن عادي. ميديزابين هو اللي حافظ لي على التوازن ديالي هاد الايام. بغيت نقول لكم حاجه مهمه، ماشي كلشي كيتفاعل مع السيروتونين بنفس الطريقه، وكاينين الناس وانا منهم السيروتونين كيأثر لهم على الاذن الداخليه، وكيولي يسبب دوخه وثقل ونقص في السمع. ما عيبش تبدل العلاج، وما عيبش توقف الا حسيتي جسمك ما قبلش الدواء. الا وصلتي حتى لهنا وعجبتك لا فيديو، ما تبخلش عليا بواحد جيم واشتراك وتعليق زوين من عندك، تيفرحني وتيخليني نستمر. والحاله الصحيه ديالي ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم في لي فيديو بحال هكا. وإلا عندك شي موضوع اولا شي مرض بغيتيني نهضر لك عليه، خليه ليا في التعاليق. وحتى نتوما قولوا لي قصتكم مع لوسيطه وسيلونطرا، واش عمرها سببت لكم هاد المشاكل ديال الاذن الداخليه؟ السلام عليكم وباي باي.